السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم هو عصير بدون فواكه، عصير لذيذ اقتصادي وسهل التحضير. بما اننا مقبلين على شهر رمضان كنبغيوها كنوعوا في العصائر. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. بالنسبه للوصفه غادي ناخذ اول حاجه البربه اولا الشمندر اللي غادي نقيها. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب افراد الاسره. انا خديت هنايا 3 ديال الحبات اللي الحجم ديالهم صغير كما كتشوفوا. من بعد ما نقيتهم خديت هنايا كاسرونه فاش غادي نسلق هاد البربه. غادي نقطعهم هكا طريفات، يعني طريفات صغار اولا شرائح هكا صغيره باش دغيا يطيبوا ليا، ما ياخذوليش واحد الوقت كبير في الطياب. من بعد ضفت عليهم الماء اللي غادي يتسلقوا فيه، غير ما نكثروش الماء، نديرو غير الجهد الكافي اللي غادي طيب فيه باش تكون لي باش طيب في الماء ديالها وحتى تنشف، حتى تنشف من الماء. من بعد ما سلقنا الباربه مزيان كما كتشوفوا، خليتها حتى نشفات في الماء ديالها. ضروري ما تسلق مزيان باش ما تبقاش مجهده في الوصفه. غادي ناخذ هنايا واحد الجبانه اللي غادي نوضع فيها ربع كاس ديال السكر سنيده. كما قلت لكم يعني هاد الكميه اللي درت راها كافيه بالنسبه لهاد الوصفه، واللي كيبغي العصير يجي حلو يمكن له يزيد واحد شويه. غادي نضيف له كاس ديال ياغورت بالنكهه الفاني، واللي عنده بالنكهه ديال الفريز فراه غيجي احسن. انا ما متوفرش عندي ودرت غير بالنكهه ديال الفاني حتى هو كيجي زوين. غادي نخلطهم مزيان حتى ينسجموا والسكر يذوب مع داك الياغورت. وغادي نضيف عليهم البربه اللي سلقنا. غادي نخلطهم مزيان وغادي نوضعهم في الطحانه باش نطحنوا العصير. من بعد ما خلطت العناصر كما شفتوا، دابا غادي نوضعهم في الطحانه وغادي نضيف عليهم كيس صغير ديال الفاني بالنكهه ديال الفريز. واللي عنده الفريز يعني طري يمكن له يضيف واحد 4 ولا 5 ديال الحبات ديال الفريز فكيجي لذيذ بزاف. انا متوفرش عندي، ضفت الساشي ديال الفريز، هي ساشي صغير، وغادي نضيف عليهم نصف لتر ديال الحليب. بهم غادي نطحن هاد البرق. بالنسبه يعني للحليب نتوما كتحكموا فيه واش بغيتو يكون خاتر ولا بغيتو يكون خفيف. الا بغيتو يكون خفيف يمكن لكم تضيفوا واحد الكاس اضافي على نصف لتر ديال الحليب اللي استعملت. دابا غادي نطحن كلشي مزيان، نطحنوه مزيان باش ما تبقاش ديك البربه يعني باينه في العصير. وهذا هو الشكل ديالو من بعد يعني ما تطحن. هذا هي القوام ديالو. فعصير اللي كيجي الصراحه لذيذ بزاف، كيجي بحال الشكل ديال رايبي اللي كنشريو يعني من الحانوت، غير هذا طبيعي وكيجي زوين بزاف وساهل ما فيش مكونات كثيره. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير. بالصحه والراحه وخليت لكم الراحه.